الحشيش وشربه. الحشيشه دي جامده قوي 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 قوي. شرب الحشيش هيخليه غبي. برضه انا مش فاهم حاجه يا دكتور. في دراسات اتعملت على شاربي الحشيش وخلوهم يشربوا حشيش كل يوم بشكل منتظم. احسن حاجه حشيش ده ان ما فيهوش بذر، لحد ما اكتشفوا ان مستوى الذكاء بتاع الاشخاص دول بدأ بالنزول تدريجيا. مش فاكرني؟ طبعا فاكر حضرتك اللي دخلت من شويه. فبالتالي اي حد بيشرب حشيش او اي نوع مخدر استيعابه بيقل وفهمه بيبدأ في النازل. ده غير ان الحشيش بيخليك في مود اكتئاب وتوتر ووسواس قهري وبيأثر على الأجهزة العصبية. وحاجة كمان عايز اقولها لك ان هو كمان بيضعف القدرة الجنسية. كفايه بقى يا اخي، انت ايه ما بتحسش؟ وما تصدقش اي حد يقول لك ان شرب الحشيش هيخليك كويس. انا كويس، انا زي البومب، انا زي الحديد. الحشيش مش بيخليك سارح في ملكوت الله ولا بيطلعك سابع سما ولا اي حاجة من الحاجات دي اصلا بيعملها الحشيش. برافو يا باشا. عايزك تفكر معايا كده وتقول لي اول مكان اتوجد فيه الحشيش يا ترى كان فين؟ ميدان عابدين. لا مش ميدان عابدين، اول شعب عرفه واستخدمه كان الشعب الصيني الشقيق. سبحان الله، الصين اول بلد عرفت الحشيش وهم برضو اللي جابوا لنا الكورونا. ويا عالم هيعملوا فينا تاني ايه؟ نصيحة مني، يا ريت تبطل سكة المخدرات دي وما تخليش اصحاب السوق تجرك في حتة مش هتعرف تخرج منها تاني ابدا. يا جماعه احنا مغيبين ومش واخدين بالنا من حاجات كتير. ده غير انه حرام كده كده، فالانقح ان هو بقى غالي وكمان مش لاقيينه. سلام. قرش الحشيش في وقت من الاوقات كان وصل 400 جنيه و500 جنيه.